الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله وينور رضاكم. بس في بداية الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا النهارده. اول حاجة ابتديت ان انا اعملها النهارده كده ان انا اطلع السناكس اللي انا جايباه ده. جبت بقى من كل حاجة كده شوية صغيرين، يعني الحاجة اللي سعرها كويس جبت منها ربع، والحاجة الأغلى جبت منها تمن. ظبطت دنيتي يعني كده وجبت كل اللي أنا كنت عايزاه الحمد لله. جبت المقرمشات دي وجبت منها كذا شكل، يعني في منها ميكس كمان. وجبت لب يعني مشكل اللي هو لب سوبر وسوري وأبيض. وجبت كمان الكونو ده. وجبت شوكولاتة. جبت الشوكولاتة دي في منها سادة وفي منها محشية بندق وفي منها محشية لوز. وجبت كمان زي ما وريتكم في الأول خالص كيس بلالين. وجبت كمان ايه تاني، البونبوني ده كان باقي حساب يعني. وجبت بونبوني اللي هو بالقهوة، وجبت اللي هو الجيلي، وجبت اللي هو محشي عسل. شكلت كده بقى على قد ما اقدر ان تبقى الشيله شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان يبقى شكلها حلو لما ايه حد يجيلي وكده يعني. بصوا حطيت من كل حاجه كده جزء، واللي فوت حطيته في البونبونيره بتاعت الشوكليت. حطيت الباقي فيها بقى. بصوا زي ما انتوا شايفين كده شكلهم بقى حلو قوي ما شاء الله. بصوا الباقي حطيته هنا كده زي ما انتوا شايفين. بس كده، ده بقى يعني بديل طبعا ان انا ما عملتش كحك وبسكوت وكده، بس قلت طبعا الشايله دي لازم احط فيها اي حاجه كده عشان لو حد جالي يبقى شكلها شيك ولطيفه بالشكل ده. البالين دي بقى هبتدي ان انا انفخها، وهحط منها جزء في الصاله وهحط مثلا بالونتين تلاتة كده في اوضه النوم بس. يعني انا خدت الاتنين دول وهاخد واحده ثالثه تقريبا، هاخد الفوشيا او الموف تقريبا، مش فاكره خدت انهي، او خدت الموف. وحطيت الباقي هنا وجيت هنا بقى رحت شغلت الليد اللي انا كنت حاطاه في النيش ده. وبعدين هطفي نور الصاله وخلاص. كده الصاله جازت معايا وعطرتها وبقت رايقه خالص وفاضيه، ما هوش فيها اي حاجه تانية. خلصت كل اللي كان ناقصني فيها. البلالين قليله بس انا مش محتاجه اكتر من كده، يعني لما ولاد اختي ان شاء الله يجوا بالسلامه هيلعبوا بيهم وخلاص. هندخل بقى على اوضه النوم. هوريكم هنا، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا غيرت لون اللمبه، فحطيت اللون الازرق ده وشلت اللون اللي انا كنت حاطاه عشان ما كانش عاجبني خالص. وحطيت 3 بلالين دول بس كده علشان ايه ما يبقوش اوفر، يعني مش محتاجه اكتر من كده. شكل رايق كده يديني اجواء العيد وبس، مش عايزه اكتر من كده. تعالوا بقى خلصنا الشقه نشوف نفسنا بقى. مبدئيا كده انا كنت جايبه جهاز الشمع ده، بس انا ما وريتهولكوش في فيديو المشتريات، ما كنتش لسه جبته. فانا عايزه اقول لكم، قلت بقى ايه، لا ده نجدة يعني احسن بقى من الكوافيرات والزحمه والاوقات اللي هي بالليل والتاخير والكلام ده. انا ما بحبش كده خالص ومليش في ده جدا. بس فجبت الجهاز ده قلت بقى ينفعني في البيت وفي اي وقت. عايزه اقول لكم ان هو كان رخيص جدا زي ما انتم شايفين، كان ب65 جنيه بس. سعره كان روعه، وبرده جايباه من روز ستوري. زي ما قلت لكم قبل كده انا بجيب منه كل حاجتي. وكمان جبت المناديل دي كانت ب16 جنيه، والشمع كان ب25 جنيه. بس كده. المناديل اللي جايه معاه دي معفنه جدا، يعني دي معفنه زباله بجد، ملهاش اي لازمه. المناديل دي هي اللي حلوه. بس كده. هقول لكم بقى هنعمل ايه كمان. هدخل بقى التويليت وهبتدي ان انا اختار الماسكات اللي انا هستعملها النهارده. اول حاجه اللي هو ماسك النيله الزرقاء ده، انا كان نفسي ان انا اجربه بصراحه، تحفه تحفه تحفه. وكمان جبت الجهاز علشان تدليك البشره وكده. بعد بعد السكراب اللي انا هعمله. وبعدين هستعمل اللي هو الشيد بتاع الشفايف واللي تحت العيون. وكمان هحتاج حاجة للتفتيح في الاخر او ترطيب، فهو في اللي هو
الابيض اللي فوق ده بالحليب وجوز الهند، وفي اللي هو فوكس ده، فانا هستعمل ده عشان اول مره اجربه، فهستعمل الشيت ده. بس كده حطيت الجهاز على الكهرباء، وطبعا كانت الكهرباء ضعيفه، وبصوا اللمبه بتعمل ازاي. انا فكرت ان ده طبيعي، طلع مش طبيعي، وخدت وقت على ما اصلا غيرت الفيشه وكده، كنت مخضوضه ان هو باظ. المهم الحمد لله تمام. دي الحاجه اللي انا هستعملها بقى للسكين كير النهارده. بس كده. على فكره هي مش حاجات كتير خالص، ده هما ماسكين، والماسك اللي هو الجولد ده قلت ان انا هعمله قبل صلاه العيد على طول، ما عملتوش يعني معاهم. تعالوا بقى هنا كده في الباديكير هنحط املاح الباديكير، وهنحط زي حفنه كده اللي هو تملي كف ايدك. وهنا انا حطيت شاور، انت هتحطي شاور او شامبو او بلسم، اي حاجه انت عايزاها هتحطيها. بس كده. ودي الادوات اللي انا هستعملها في الباديكير، ومعاها كعب الغزال ده، وكمان فازلين ان تدهني بيه رجلك كلها كده. بس كده. دي الادوات اللي انا هستعملها. احلى باديكير في البيت اهو، مش محتاج اي بهدله ولا كوافيرات ولا تدفعي الشيء الفلاني في الحاجات دي. بس يا بنات انا كده خلصت كل اللي ورايا. هبتدي بقى ان انا اجهز الحاجه اللي هستعملها بعد الشاور. واول حاجه طبعا دي جلابيه الوقفه اللي انا وريتها لكم في المشتريات اللي قبل كده، فيديو قبل كده، فطلعتها كده. وكمان جهزت السلسله دي، حاساها كيوت كده ورقيقه في نفسها قوي. وكمان هستعمل التوكه دي، بصراحه انا كنت خايفه منها، قلت عشان هي معدن ممكن تضايقني، بس استعملها طلع حلو قوي. وكمان هستعمل الحلق ده يعني يقرب للونها كده ويعملوا ماتشنج مع بعض حلو قوي. وانا كمان بحب شكل الحلق ده منه بجميع الواناته، والدهب منه وكل حاجه انا بحبه اصلا، شكله بيبقى رايق كده وحلو يعني. كمان هستعمل التنت ده التنت الخوخي اللي انا وريته لكم في المشتريات. وهستعمل الكونسيلر ده، بس انا مش هستعمل حاجه تاني، هما دول بس. مبحبش بصراحه الافوره. وكمان انا كنت هنزل اصلي صلاه العيد، فكل ده اتمسح اصلا قبل الصلاه. بس كده. دي الحاجه اللي انا جهزتها. مش فاكره هجيب طبعا البرفيوم ده انا كنت جايبه نوعين، فهستعمل النوع ده منهم. بس كده. دي كانت الحاجه اللي انا جهزتها. انا اصلا غرضي من الفيديو ده افكركم يعني بايام زمان كده، لما كانت ماما بقى تجيب لنا الحاجات دي ونقعد نجهز فيها بالليل والكلام ده، بنبقى مبسوطين قوي. فحبيت ان انا ارجع الموضوع ده يعني. المهم ان انا كنت خلصت كل حاجه زي ما انتم شايفين. البهدله اللي انا عملتها ابتدي بقى ان انا الم كل ده، يبقى كده انا خلصت كل حاجه. وزي ما قلت لكم ان المناديل دي طلعت وحشه جدا يعني، كده كده اصلا كويس ان هم مش حاطين منها كتير يعني. بس كده. وكمان الشيت ده الذهبي ده اللي هو سيرم ده هستعمله ان شاء الله يعني قبل صلاة الفجر على طول كده، لان من هنا كنت لسه الساعة 12، فكان لسه بدري شوية يعني. وكمان قلت اريح بشرتي من ماسك الماسك علشان ما خلاش ترهق يعني مني. بس كده. الجهاز ده طلع تحفة جدا، وتحس ان هو كده بيورد البشرة كده وبيخليها بينعنشها كده يعني. بس كده. ابتدي بقى ان انا الم كل حاجه. هوريكم هنا كمان انا بستعمل التاتو ده ازاي. انت بتجيبي كده الورقه وبتختاري الشكل اللي انت عايزاه، وبتجيبي مقص وبتقصيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بتحطيها بقى على المكان اللي انت عايزه تطبعيها عليه، وبتحطي عليها ميه، وتبتدي تمشي ايديك وتسيبيها دقيقه كده، وبعدين تشيليها خلاص. بصراحه سريع وحلو، وفي اي وقت بتستعمليه بسرعه. بس كده. عايزه اقول لكم المناديل الرول دي كمان انا بستعملها ان انا بنشف بيها بشرتي بعد كل ماسك بطبطبه كده، علشان ما استعملش فوطه ووشي يعني يلتهي. بس كده. ده كان مقطع معايا من السنة اللي فاتت، قلت اوريهولكم كده يعني. دي شكل الشيالة بتاعتي السنة اللي فاتت، وكل اللي فيها ده بعمل ايدي يعني، ولا بشتري جاهز ولا حد بيعمل لي، بحب اعمل الحاجة دي بايدي انا. بس كده يا بنات. ده كان الفيديو بتاعي، ودي كانت تجهيزات شقتي وتجهيزاتي لصلاة العيد، ودي كانت ليلة العيد عندي. كل سنة وانتم طيبين، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.